السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا ان شاء الله، وبلغنا الله واياكم ليلة القدر ان شاء الله. هنتكلم النهارده في مواضيع، كذا موضوع كده اللي على الساحة في ال 24 ساعة الأخيرة. هنبدأ طبعا بتمنيتنا بالشفاء العاجل لكابتن عبد الله السعيد، وبنقول له الحمد لله على السلامة، والحمد لله إن الإصابة ما طلعتش قطع في الرباط الصليبي. والله أنا فرحان له جدا، وهو جازع في الرباط الداخلي للركبة، هيغيب على أثرها شهرين فقط إن شاء الله. وربنا يعجل معاه ويبقوا 6 أسابيع وشهر واحد بس، والواحد فرحان والله، لأن ببساطة لا نتمنى الشر لأي حد إطلاقا. ده كان في البداية طبعا. وكابتن كريم فؤاد يعني مش عمار، مروان عطيه مع كابتن سيف زاهر على التلفزيون، يعني اتاسف لكابتن عبد الله السعيد وان هو ما يقصدش اطلاقا، وطبعا تمنى له بالشفاء العاجل. وكريم فؤاد برضه تمنى له على الانستا بالشفاء العاجل ان شاء الله. ليه كريم فؤاد؟ عشان خاطر كريم اتصاب على ايد عبد الله السعيد في كره مشتركه في ماتش اهلي وبيراميدز اللي قبل اللي فات بقى. كان ساعتها عبد الله السعيد ما قدمش اي اعتذارات، ولا قال له مثلا اسف مثلا اتمنى لك الشفاء العاجل. ممكن يكون قالها في السر يعني، فمش شرط كل حاجه تبقى على السوشيال ميديا. فبغض النظر، احنا بنتمنى الخير لكل الناس والسلامه، وان شاء الله يكمل شفاك على خير يا عبد الله يا سعيد، وتقوم بالسلامه وترجع للملاعب قريبا، لان ببساطه والله هو من احسن اللعيبه اللي جت في مصر قولا واحدا. هنتكلم تاني حاجه، الجمهور ورمضان صبحي. بصوا يا جماعه، هو انا عندي تحليل للموضوع ده عميق شويه، ان هو رمضان صبحي كان ضحيه عدم وجود الجمهور في الملعب. بمعنى، رمضان صبحي هو كان بيلعب في الاهلي، ما كانش في جمهور في الاستاد مالي الملعب حواليه، فهو ما كانش حاسس بنعمه الاهلي او بنعمه الاهلي وجمهور الاهلي. كان باصص دايما، يعني اللي بيلعب الاهلي في الفتره اللي بيلعب في الاهلي فلوس ماده. حته الجمهور على السوشيال فمش محسوسه قد ما الجمهور في الملعب. فهو من وجهه نظر رمضان بيتاخد يعني ضحيه لعدم وجود الجمهور في الملعب. هو الوقت حاليا الجمهور في الملعب، فده الطبيعي ان الجمهور مش هيشتري حد باعه. احنا كجمهور مش هنشتري حد باعنا. إيه، انا ضد الشتيمه والتجاوز في حق لاعب مهما كان، حتى لو اخطا. انا يعني بسامح في حقي دايما يعني. فضد الشتيمه برضو والتجاوز ضد رمضان صبحي. هو رمضان صبحي ببساطه لاعب كره قدم. لاعب كره القدم. اصلا في برضه نغمه طلعت في الاخر بيقول لك ايه، انت فقير يا مش عارف ايه اللي معكش الا 100 جنيه ولا حاجه. راح تتريق على واحد بياخد في الموسم الواحد حوالي 50 مليون جنيه ولا 40 مليون جنيه. فانت مين يعني عشان تتريق؟ بص، انا هنا احنا بنتكلم بالعقل، وبنتكلم على ان رمضان صبحي لاعب كوره ملاش دعوه. مش بقارن شخص بشخص، مش بقارن حد بحد، مش بقارن نفسي بلاعب كوره اللي بيبقى متهيأ له كل حاجه اطلاقا. احنا بنتكلم دلوقتي، بنقارن لاعب بلاعب. دلوقتي عبد الله السعيد او لاعب كره القدم، هدفه الاسمى ايه؟ الاول والاخير ايه؟ انه ياخد بطوله وبطولات. هاري كين مع توتنهام نفسه ياخد بطوله، ونفسه ياخد دوري ابطال وغيره وغيره وغيره، وعايز يمشي عشان عايز ياخد بطوله. كذلك عبد الله رمضان صبحي، انت عايز ايه؟ او لاعب كره القدم عايز بطوله. هو ما قدرش ياخد بطوله، يبقى هو فشل في كره القدم. هو راح عشان يبحث عن الطموح ويحقق مجد شخصي كان هينسب له هو عبد الله السعيد. اي انجاز بيراميدز هيحققه هينسب لرمضان صبحي وعبد الله السعيد. هو فشل في كده. ما تجيش بقى تقول لي ده هو عمل فلوس. لا، هو انت معلش، يعني انا لاعب كوره، هدفي الاول والاسمى ان انا، يعني مثلا كطالب ثانويه عامه، هدفي الاول والاخير اخش كليه طب، كليه هندسه. ما لحقتش طب وهندسه ونجحت بس، يبقى انا كده نجحت وخلاص؟ لا طبعا، كده فشلت او مش فشلت، ما حققتش بقى التارجت اللي انا عايزه او الهدف اللي انا عايزه. ايه هو؟ اللي انا احقق البطوله كلاعب كره قدم. هو عبد الله رمضان صبحي فشل. حقق ماده كتير ما شاء الله ربنا يزيده، بس فشل في الهدف اللي كل لاعب او كل لاعب بيتمناه، ان هو يحقق بطولات. لان برضو ببساطه انت بعد ما تعتزل لازم يعني اي لاعب، حتى شوف اللعبه اللي ما شاء الله منتشره حاليا، ه- عايز تطلع في البرامج وغيره. ايام ما تطلع في البرنامج هيقول لك ايه؟ يقول لك انا خدت بطولات كذا كذا كذا. مش هيقول لك انا لعبت في بيراميدز وخدت، جمعت من بيراميدز مليار جنيه. لا والله، ما حد بيطلع يقول. يعني كل اللي بيطلع يتقال لك يقول لك مثلا محمد ابو تريكه كذا بطوله بس. هو ده اللي بيتقال. مثلا محمد الشناوي كذا بطوله، علي معلول كذا بطوله. مالك ما حققش كام مليون؟
ببساطه خالص، عشان ايه؟ بالعقل برضه بالمنطق، مش اي حاجه ضد الموجه، او مثلا ضد جمهور اهلي فهو الجمهور اهلي عايز كذا فضد جمهور اهلي وخلاص، عشان تبان ان انت يعني الواد البرم. فبالمنطق وبالعقل وبالراحه كده. عايزين نتكلم طبعا حديث الساعه كهرباء. كهرباء النهارده يوم النهارده 12 اخر يوم للغرامه بتاعه كهرباء، واستقر كهرباء والخطيب والاهلي ومحاميه ان مش هيدفعهم وهيطلبوا حيثيات الحكم. وبعد ما يطلبوا حيثيات الحكم قبل ما يعدي عليها 21 يوم هيعملوا استئناف على الفلوس. فالفلوس او الغرامه، فالغرامه هتعمل لها هولد ومش هيدفع الفلوس غير لما بقى نبدا يعني مشوار جديد في القواضي والمحاكم وغيره. الصراحه انا ضد الاهلي في الموضوع ده اطلاقا. على الاقل كنت تدفع حسن نيه، عشان انت دلوقتي متردد يا ترى كهربا هيتوقف ولا مش هيتوقف. لا، انت لو كنت دفعت فلوس حسن نيه يعني خلاص، على الاقل لو مثلا الفيفا غرمت او قالت حاجه تقول لك ده انا دافع حسن نيه ومستعد ادفع، كمل بقيه الدفع. فانا مش عارف الاهلي ماشي مع كهربا. لا، كهربا مسلم نفسه النادي الاهلي ومش حاسس ان ده احسن حاجه. وكهربا لو توقف هتبقى كارثه على اداره النادي الاهلي، ومفيش حد هيسمع على الاداره بتاعه النادي الاهلي لو كهربا توقف يوم واحد. الله، يعني ده وجهه نظري، واتمنى اعرف وجهه نظركم في الكومنتات على الفيديو ان شاء الله. آه، الاهلي يطيح بممدوح عيد ازاي؟ ممدوح عيد سالم ملك نادي بيراميدز سالم الشمسي مستاء جدا من رئيس الاداره التنفيذيه ممدوح عيد، او من الاداره التنفيذيه كامله، ان حتى الان 5 سنين بلا اي بطوله. 5 سنين هو شاهد الماتش وما شافش اي انحياز تحكيمي، وهو مقتنع بكل الماتش، وقال لك احنا اللي ادائنا ما كانش احسن حاجه. فعشان كده هو مستاء، وقال بعض الاخبار بتقول، قال لك هو لو ما حققش بطوله خلال السيزون ده هيكون بره نادي بيراميدز. والصراحه دي حاجه اتمناها، وانا مش قاطع عيش والله، مش متمنى كده، لا انا بتمنى، لان الاداره التنفيذيه دي عامله مشاكل بالهبل. فاتمنى ان الجو يستقر مع بيراميدز وباقي الانديه وبالاخص الاهلي، لان الاداره التنفيذيه الحاليه يعني مبوظه او معكره العلاقه بين الاهلي وبيراميدز والاهلي واغلب الانديه المصريه. حكم مصر، الحكم اللي السوداني اللي هيحكم ماتش الاهلي والرجاء، حكم ممدوح محمود اسماعيل، سوري، الحكم محمود اسماعيل ده اللي حكم ماتش الاهلي الليبي امبارح، او الاهلي طرابلس والطلائع الجيش. الحكم ضعيف الشخصيه، ده يعني اول حاجه كده تتفرج على الماتش يقول لك الحكم ضعيف الشخصيه. في ركله جزاء في الدقيقه 90 ما حسبهاش، لان الماتش كان تعادل 1-1، هو خاف يحسبها من الجمهور. تاني حاجه الحارس خد شمروخ، إيه، والحارس بتاعنا بتاع طلائع الجيش طلع مصاب من الملعب بإسعافة كمان، ولاعب هو اللي غير ولبس الجوانتي ونزل، وقف كمل الماتش حوالي 5 دقايق حراسة مرمى وما انهاش الماتش. يعني انت مستني ايه عشان تتصفر الماتش؟ اللي اذا بقى وكتب في التقرير بتاعه ان لعب الماتش في اجواء ارهابيه مثلا، او اجواء صعبه، وخاف يصفر الماتش في وقت ساعتها، هنا يبقى في كلام تاني. بس حكم ضعيف الشخصيه، واتمنى الاهلي، اتمنى إيه، يقدم مذكره في الحكم ده او شكوى او رفض انه يحكم ماتش الاهلي والرجاء، لانه ماتش كبير عايز حكم كبير. وزي ما قلت لو جابوا رضوان جيد هيبقى احسن والله العظيم. إيه، طبعا بذكر الناس بيوم ماتش النهائي، ماتش السوبر المصري بين الاهلي والزمالك يوم 5/5 في استاد محمد بن زايد. ننتظر دعوة بقى من الإخوة ننتظر دعوة من الإخوة الإماراتيين لأخوكم أحمد إيهاب عبد الله يجي يتفرج على الماتش من الإمارات، على السهل في حد إماراتي بيتفرج. عايزين نتكلم بس في آخر نقطة. كابتن مدحت شلبي قاعد يقول لك سن السكاكين على الأهلي والغرامات بتاعت الأهلي، وكان المفروض حد اللعيبة، كل اللائحة بتقول كل لاعب بينزل الملعب بتوقف مباراة. ففي 5 لعيبة نزلوا أرضية الملعب من الأهلي، فالمفروض ال5 يتوقفوا. والله يا كابتن مدحت، اما تبقى اللائحه تتطبق على الزمالك او على اللي اخطا قبل كده، تبقى تطلب بتطبيقها على اللي اخطا بعد كده. ما تجيش تقول لي ايه يعني نفوت 3 4 ماتشات وتيجي تقول لي هنطبق بقى من اللي بعد كده. لا كده مش فير. انا معاك والله، وانت كلامك صح، وخصوصا هو فعلا عرض نص اللائحه، واللائحه بتقول لك اي لاعب بينزل ارضيه الملعب هو مش مشارك، غرامه وايقاف مباراه. ماشي تطبق ده، في حيث لو انت بقى ايه مطبقها على اول ماتش تلعب في الدوري.
وللاسف ده ما حصلش. وتعليق كمان كده على كابتن خالد غندور ان هو مستاء جدا ان محمد عبد المنعم خد 3 ماتشات. ده بياخد كام يا كابتن؟ هو دلوقتي عمل سلوك غير رياضي مع لاعب مش مع حكم، ففي فرق. فاقصى عقوبه فيها 3 ايام. ياخد كام ماتش او 7 ماتشات قصدي؟ ياخد كام ماتش هو المفروض؟ ما قالش. فاقول برضه عشان يبقى عندنا الخلفيه. تاني حاجه هو قال لك ازاي اللاعب اللي توقف الايقاف بتاعه ما طبقش الا في نفس المسابقه؟ ليه ما طبقش في دوري يعني يربط السوبر مع الدوري مع. هي وجهه نظر في حته، قال لك يعني الفريق لو هيشارك سوبر وعمل خطأ وتقف على بسببه 8 ماتشات، يفضل 8 سنين ما يلعبش السوبر؟ برضه صعبه شويه. ماشي معاك، بس معلش انت جالك اللائحه اهي في بدايه السيزون وانت ماضي عليها بايدك، ان في لائحه بتقول 1 2 3 4، انت كنادي ماضي عليها. ما تجيش بقى في نص الطريق علشان حاله مثلا ان الاهلي هيلاعب الزمالك بعد مش عارف كام ماتش في خلال شهر من الوقت. هيلاعب الاهلي شهر ايه؟ احنا في شهر 4 يعني في حوالي 20 يوم الاهلي هيلاعب الزمالك. فانت عايز محمد عبد المنعم يتوقف؟ لا، انت في لائحه جات لك من الاول خالص، فانت المفروض كنت وقت ساعتها تطلب او تعترض على بند من بنود اللائحه. ما تجيش بعد الهنا بسنه تطلب تغيير اللائحه. وبكده تكون انتهت الاخبار او الحاجات اللي احنا كنا بنناقشها في الحلقه بتاعت النهارده. اتمنى من حضرتك اللايك والشير والاشتراك في القناه، وفولو البيج وشير للفيديو لو حضرتك على الفيسبوك، واللي رايك في التعليقات، ونتقابل في حلقه جديده ان شاء الله.